اهلا بيكم فيديو جديد، اتمنى تكونوا كلكم بخير. الفيديو بتاع النهارده هنبداه باللقطه دي. بس هو ده السؤال. انا سالت السؤال ده، بس لو حد يطلع لي 10 فروق بين الجرجير والبرسيم هبطل الشغلانه. قالوا لي لا ده شبه بعض، والدليل ان احنا ساعات بننصح بعض العيانين يشربوا عصير برسيم. فقلت لهم يا جماعه طب انا عايز دليل علمي بس واحد ان انا محتاج كلوروفيل او اعرف اهضم البلاستيك ده. على عكس موضوع السجاير، انا اتفق اكتر مع دكتور ضياء على موضوع الخضار، لان ده عن تجربه وعن ناس شفتها قريبه مني، ومش هو الوحيد اللي بيتكلم في الموضوع ده. ولكن بما ان احنا اتكلمنا على فيديو التدخين، فلازم نيجي وندي راينا برضو في فيديو الخضار، لان من اكتر الحاجات اللي الناس ما بتفكرش فيها. يعني انت ممكن تكون انتفاخك وقولونك العصبي ومشاكل صحتك هي اساسها موضوع الخضار. هو قبل ما احنا نقتنع براي الاخر لازم برضو نفهم تاثير الحاجه دي علينا ايه. لازم يكون عندنا الوعي، وعشان كده انا بتكلم في المواضيع دي، لان اساس اي حاجه هو الوعي بتاعك، والوعي بتاعك اللي بتربط بيه الحاجات كلها اللي بتحصل في حياتك عشان توصل لقرار او توصل لتحليل هل الحاجه اللي انت بتعملها دي كويسه ولا لا. سواء اكل، شرب، مثلا علاقات مع ناس، بيزنس مع ناس، كل ده بيعتمد. لازم تحلل لنفسك انت نفسك. عارفين زي الجي بي تي، لما تروح تكتب له حاجه من غير ما تديله القصه وراء الحاجه دي، هينصحك كل النصايح الغلط. فانت الاي اي بتاع نفسك، اقعد مع نفسك وحلل. مش معقوله يعني. في موضوع الخضار احنا عاوزين دلوقتي نفهم بس من الاول ايه اللي بيحصل لما احنا بناكل خضار، او ايه اللي موجود في الخضار اللي ممكن فعلا يقول لنا ان كلام الناس ده صح ولا لا. في فيديو ممكن نحط لكم الرابط هنا، اتكلمنا ان الخضار من اكتر الحاجات اللي انا من رايي يعني هي كذبه، مش اكل صحي زي ما انت متخيل، لان في حاجات كتير بتترتب عليه ويعتمد على الشخص ويعتمد على حاجات تانية. فخلينا نبدا. احنا هنا نتكلم على الخضار، وهتكلم على الخضار فقط. طبعا مش عاوز اخش بقى اتكلم على الفول والحاجات التانية واللي ممكن تعمله، ولكن اي حاجه ليها قشره سميكه هتديك افكت مش لطيف في جسمك، هتفرقع من الاخر. ليه؟ لان بيبقى فيها انسوليبل فايبرز، بيبقى فيها لاكتنز، بيبقى فيها مواد الجسم ما بيقدرش يهضمها. من ناحيه الانسوليبل فايبر مثلا بنتكلم في السبانخ او في الخضروات عامه زي الجرجير، الخس، وات ايفر، الحاجات دي كلها الجسم ما بيهضمهاش. بالعكس ده هي بتخرج مع الستول بتاعك او مع البراز، يعني زي ما هي تقريبا زي الكورن كمان. طبعا ده مش خضار، بس بديك مثل عشان تبقى فاهم هو ليه بينزل زي ما هو كده، لان الجسم ما بيعرفش يهضمه. فلك ان تتخيل اي حاجه الجسم مش هيعرف يهضمها مش هيستفيد منها، فاكلها ليه من الاساس؟ فلازم نخلي بالنا ان في حاجات موجوده في الدنيا، موجوده ربنا خلقها، مش شرط كلها للانسان. ما انت معاك هنا حيوانات عايشه معاك ليها برضو الحق ان هي تاكل وتشرب. فمش كل حاجه ممكن تقرقشها تاكلها، ومش كل حاجه تقرقشها تعجبك عشان الصوت الافكت بتاعها وسط الاكل. فطبعا في ناس يقدروا يستحملوا طبق سلطه، وناس ما تستحملش، فعلى حسب جسمك. فاحنا بنتكلمنا ان في حاجات منها ما بتتهضمش. طيب غير كده في نوع معين من الكاربز تحت مسمى الفود مابس ده، تبقى كربوهيدرات الجسم او سكريات الجسم ما بيعرفش يهضمها. فايه اللي بيحصل لما بتنزل في الامعاء؟ بتتخمر او بيتسحب ميه زياده في المنطقه دي، فطبعا بتبقى يجيلك انتفاخ. الانتفاخ يودي لقولون، يودي لاي حاجه تانية، اعراض لها علاقه بالجهاز الهضمي. انا مش عاوز اخش يعني علمي قوي في الموضوع، ولكن خلاصه الموضوع ان هي الحاجه نفسها علميا الجسم ما بيهضمهاش كويس. فده لازم يخليك تقف وتقعد وتفكر وتشوف هل انا سبب الالم اللي عندي او الانتفاخ اللي عندي والغازات اللي عندي هل هو الخضار ده ولا لا. وعلى فكره في دكاتره كتير بتنصح الناس اللي عندهم امساك ان هو يروح ياكل خضار، وللاسف الامساك بيبقى اسوأ واسوأ، او بيبقى حد عنده مشاكل في المعده ومغص وكده، الناس يقولوا انت بتاكلش خضار كفايه، سواء كان بقى فلفل ولا خس ولا جرجير ولا سبانخ. الكلام ده مش صحيح، لان انا ببساطه انا جزء من التجربه دي. انا كان لما اكل خضار كان يجي لي انتفاخ غير طبيعي، ولما وقفت الخضار تمام معدتي ارتاحت راحه غير طبيعيه. وده ناس كتير نصحتهم بنفس الكلام، اللي بيبقى عنده اي بي اس وكرونز وهكذا، بتبقى الاعراض اساسها ممكن تكون من الخضار والشخص مش واخد باله. طبعا في انواع معينه من الخضار الافكت بتاعها في الحته دي مختلف، يعني مثلا البطاطس والبطاطا الافكت بتاعها اقل شويه، ولكن لسه ممكن يكون فيها لاكتنز. اللاكتنز دي هي لان النبات عنده نظام دفاعي، فالنظام الدفاعي ده زي بيخرج سموم. النبات بتخرج سموم عشان تدافع عن نفسها، حاجه حيه عاوزه تعيش برضه، عاوزه تحمي نفسها من الحيوانات او اي حد يهاجمها. فمعناها مش كل حاجه موجوده تتاكل. طبعا الحاجات اللي فيها لاكتنز دي لازم تطبخ كويس، وممكن نعمل حلقه نتكلم عليها، ولكن ده جزء تاني من الموضوع. ان انا اول حاجه بقول لك فيها حاجات فايبرز ما بتتهضمش، فيها سكريات الجسم ما بيحبش يتعامل معاها، وغير كده فيها سموم ممكن تاثر على جسمك وجهازك العصبي. وفوق كل ده
عندك حاجة تانية انت مش مفكر فيها، الرش والمبيدات الحشرية. طب ما هي تراكم الحاجات دي بتترسب جوه الاكل، وانت بتاكل الاكل ده ساعات مهما نظفته ما بينفعش، فانت لازم تبدا تفكر في الاورجانيك. طب هل فعلا الاورجانيك ما بيرشش؟ ما تعرفش. فالريسك ان انت تاكل حاجة زي دي عالي جدا من كذا نقطة احنا لازم ناخد بالنا منها. فلو سمحت، هي الفكرة من الموضوع ايه؟ ده باختصار الخضار، ده باختصار احنا اتكلمنا عن الخضار. ليه الخضار ممكن يكون حاجة مش كويسة ليك. وهزيدكم من الشعر بيت: التوم والبصل مش كويسين زي ما انتم متوقعين. ممكن نتكلم على ده في فيديو تاني. فلما تبقى فهمت الموضوع بالطريقه دي لازم تقعد مع نفسك وتحلل، لازم تشوف هل انا باكل طبق السلطه ده بتاذي ولا لا. وبعدين كل شخص مختلف عن التاني، في ناس القولون بتاعها يستحمل، في ناس ما عندهاش اي مشكله، لان احنا ما نعرفش الشخص ده انزيماته الهاضمه اقوى من انزيماتك بقد ايه. فخلاصه القول في الموضوع انا من رايي، لان الاغلبيه الخضار مش بيبقى كويس ليهم، انا وكمان مرشوش والدنيا متبهدله فيه، فابعدوا عنك احسن. ابعد الاذى عنك، بدل ما تقعد تقول مثلا انا اقدر استحمل اكل مثلا نص خياره او جزرايه او مش عارف ايه. شيل المشكله من قدامك عشان تبعد اي قلق عن جسمك. ده مش معناه ان طبق سلطه هيسممك، لا، ولكن حاول يبقى في المتناول. وحاول ان مفيش حد يقول لك ان السلطه هي فيها حاجات مش هتعرف تجيبها من مكان تاني، لان ده مش صح ببساطه. فلازم نفهم الاكلات، ولازم نفهم الأكلة دي أو الحاجة المكون اللي في السلطة ده، كذا مكون حاطينه مع بعض، إيه خطورة المكونات دي مع بعض. طب 1 عندك الرش، 2 هل الجسم بيهضمها، 3 هل هي نوع من السكريات أو الكربوهيدرات اللي الجسم هيعرف يهضمها ولا لا، هل هتجيب لك انتفاخ ولا لا. وممكن ببساطة حتى من غير موضوع الخضار ممكن أكلمك على طول مثلا في حاجة زي الفول. الفول على طول بيجيب انتفاخ، مين يقدر ينكر الكلام ده؟ فأنا ما باكلش الفول، ما باكلش البقوليات دي بسبب الحاجات دي. فلازم تكون مرتاح في جسمك، لازم تكون معدتك مرتاحه. مفيش حاجه اسمها ان انت طبيعي تكون عندك غازات، ان انت طبيعي بطنك بتوجعك، ان انت طبيعي عندك انتفاخ. الكلام ده كله غلط. الانتفاخ معناه ان جسمك مش قابل حاجه معينه انت كلتها او حاجه معينه انت شربتها. فاصحى الموضوع ده. اتمنى الفيديو يكون وضح لكم موضوع الخضار. ما تاخدهاش شتيمه، ما هياش حاجه عيب ومش حاجه حرام ان انت تقول ان الخضار مش كويس ليك، لان لو جسمك ببساطه بيقول لك كده فانت لازم تسمع لجسمك ولازم تحترمه عشان هو يحترمك ويسمع لك. شكرا ليكم، وهشوفكم في فيديو تاني.